واخيرا وليس اخيرا المنتخب المغربي كيتأهل للدور 16 من المونديال ديال قطر. فرحان بزاف والله، فرحان بزاف ومجتهد، ما فرحناش شي فرحه بحال هادي. كنشكروا الدراري ديال المنتخب الوطني اللي تقاتلوا وعطاو ما في جهدهم باش انهم يفرحوا الشعب المغربي واستطاعوا انهم يفرحوا الالاف ديال المغاربه. شكرا الدراري ديالنا، وشكرا بزاف وليد الركراكي ان يهضروا عليه كاع الدول العربيه وتولي فخر العرب. راه ما سالاش، حيت من 86 ما فرحوا المغاربه بحال هاد الفرحه هادي، والان الكل يتحدث عن المنتخب المغربي فخر العرب. غادي نشوفوا احدى القنوات الرياضيه اللي تكلموا على المنتخب المغربي، وغنشوفوا كيفاش كانت الرده ديال الفعل ديالهم بوجود اعلاميين كبار سواء من الجزائر، تونس، مصر او المغرب. خليكم معايا نشوفوا الفيديو. نقول ألف مبروك للمنتخب المغربي. هو يوم للتاريخ سجلوه المغاربة بقلم من ذهب وبأقدام ذهبية ورؤوس ذهبية نفتخر فيها ونفخر هنا بها في الوطن العربي. المنتخب المغربي اليوم هو الأول على مجموعته، المنتخب المغربي الأول على مجموعته، في مجموعة فيها المنتخب الكرواتي والمنتخب البلجيكي. كرواتيا التي تكون هي وصيفة كأس العالم. المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي يتأهل للدور 16 للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1986. فإذا قلنا هناك من يستحق التصفيق والاحترام والوقوف هو المنتخب المغربي. لذلك أطلب منكم جميعا لو سمحت الوقوف للمنتخب المغربي الحبيب. استهلا الله. سهل يا دكتور. مبروك يا شباب، مبروك يا دكتور، ألف مبروك. طلال قرقوري ألف مبروك. أنتم شرفتونا اليوم وإحنا فخورين فيكم. مبروك لنا جميعا اللي جالسين في مجلس قناة الكاس هنا، نقول لكم كلكم مبروك بدون استثناء، لكن الكلمة الأولى لكم أنتم. والله مبسوط جدا وأشكركم على المعاملة وأشكركم على التهنئات. وبكل صراحة أنا اليوم ما باغي نتذكر إلى الأشياء الجميلة. أولا النقطة اللي أتذكرها وهي التأهل إلى الدور الثاني في قطر، الدولة العربية الأولى اللي نظمت الدوري بشكل رائع من ناحية التنظيم، من ناحية المعاملة، من ناحية استقبال الإخوان. والصورة اللي غتبقى لي في مخي الهدف ديال زياش لن أنساه أبدا، التمريرة اللي سوى حكيمي من الخط ديال الالتماس لما ضربها لفت وصبحت امام نصيري دار كنترول وشات اذا لمستين والكره بعيده على 70 متر. اذا هذا لن انساه. العمل الجبار اللي سوى المرابط في الوسط، دافع بشكل رائع، وجميع اللاعبين اعطوا اللي ما عندهم. ولن انسى العمل ديال المدرب الوليد، مدرب شاب، مدرب مغربي اعطى قوه للفريق. وهذا انا اظن درس اعطاه وليد بكل صراحه للمغرب، لان الان سووا ثقه في مغربي شاب عنده طموح ووصل المنتخب الى مستوى عالي. اذا هذه كذلك لن انساها، ولن انسى حضوري معكم، وشكرا على معاملتكم. في عمرك يا اخوي. ترى منتخب المغرب منتخبنا ايضا دكتور يعني. الله يحفظك. وانت يعني واحد منه فينا في النهايه. طلال، احنا فخورين في المغرب اليوم كما انتم فخورين في منتخبكم. اكيد يعني كنا نتمنى ان يذهب المنتخب السعودي كذلك الدور المقبل، المنتخب التونسي كذلك، لكن مع الاسف لم يحصل هذا. اولا اريد ان نشيد بالحضور الجماهيري بكل صراحه، لانه اعطى معنويات، اعطى شحنه اضافيه بالنسبه للمنتخبات الثلاث سواء السعودي او التونسي او المغربي. اليوم انتصار او تاهل كنا ننتظره لتقريبا المده طويله، مده 36 سنه. ما قدمه المنتخب المغربي في المقابله الاولى والمقابله الثانيه هو شيء جميل، لكن عندما نذكر امور ايجابيه يجب ان نذكر كذلك الامور السلبيه، بحكم اننا نحلل فقط هذه المباراه. هذه المباراه المنتخب المغربي لعب فقط 40 دقيقه، ما تبقى من الوقت فكان لصالح المنتخب الكندي الذي اعتقد انه اخطا عندما بدا المباراه بال4-4-2، والمدرب صلح اخطاءه عندما اصبح يلعب بنفس الطريقه التي لعب بها في المباراه الاولى والثانيه. المنتخب المغربي
لا أعلم هل هي ضغوطات نفسية عند اللاعبين. ركن إلى الخلف وأصبح يدافع ب5 مدافعين و4 في وسط الميدان، وحمد الله وحيد كرأس حربة. فالدرس اليوم يجب أن لا يتكرر في المقابلات المقبلة، لأن المقابلات المقبلة ستكون أصعب من الناحية البدنية، من الناحية التكتيكية، وكذلك من ناحية الذكاء. كلما تقدمت ولعبت الأدوار المقبلة وإلا الخصم يكون أقوى تكتيكيا وفنيا. فهنيئا للمنتخب المغربي على هذا التأهل، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المقابلة المقبلة إن شاء الله. كابتن معلم شحاتة، مبروك تأهل. مبروك لينا انا بعتبر مبروك للعرب كلهم، لان زي ما حضرتك قلت وتكرمت وقلت ان دي اول فرقه تتأهل وتخش عشان تلعب في دور ال16، ونرجو ان هي نتمنى كمان انها تأدي في دور ال16 الاداء اللي يؤهلها انها تلعب دور ال8 وهكذا لغايه ما توصل لاقصى مدى. فعشان كده احنا بنشكر الجمهور المغربي اولا، لان كان له دور كبير جدا جدا في الفوز بتاع النهارده، والكميه او العدد المهول اللي احنا شايفينه او اللون الاحمر اللي احنا شفناه ده يحرك الحجر زي ما بيقولوا. وبالتالي احنا بنبارك لكل المغاربه وبنبارك لنفسنا، لان احنا بنعتبر من العرب. عشان كده بنقول بالرغم ان هم يعني كبسونا شويه في الشوط الثاني، لكن نعم. كبسونا شويه في الشوط الثاني، لكن ربنا ستر الحمد لله رب العالمين، وانتهت النتيجه ب2-1 لصالح المغرب اللي اهله يبقى اول المجموعه الحمد لله. الحمد لله، وفي نفس الوقت يتاهل عشان يبدا يكمل، وان شاء الله يخش ال16 وال8 لغايه ما يوصل لاقصى مدى. منتخب المغرب المباراه الجايه مع مين المفروض ان شاء الله؟ اما المانيا او اسبانيا. يا اسبانيا او المانيا مع المانيا او اليابان او كوستاريكا. المتاهل من المجموعه الثانيه ان شاء الله، لانهم ياخذون المركز الثاني. المباريات اللي راح تقام بعد شوي هي المنتخبات اللي راح تلعب مع المغرب المفروض. هكا كان الفيديو ديالنا، وشفتوا كيفاش تحدثتوا على المنتخب المغربي، والمنتخب المغربي يقدر يفرح جميع العرب ماشي غير المغاربه. والان جميع العرب غادي يساندوا المنتخب المغربي تيدوز للدور ربع النهايه او نصف النهايه ودوز للفينال ولما لا يدي كاس العالم. كان معكم يوسف على قناه سامبل تي في. عجبك هذا الفيديو ما تنساش تخلي ليه شي لايك وخلي معاك واحد ابوني. تشوفوا والمغرب تريرة والمغرب تريرة والمغرب.